7 أنواع من الرجالة الست ما بتحبهمش ولا بتطيقهم. رقم 1، الراجل اللي سايب لها السايب في السايب وعطيها مطلق الحرية. الست ما بتحبش النوع ده من الرجال، حتى لو قالت لك أنا بحب دايما أكون حرة وما بحبش حد يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. صدقني كل ده من ورا قلبها. رقم 2، اللي يقول للست حاضر وطيب ونعم واللي انت شايفاه وينفذ لها كل رغباتها، حتى لو بينت للناس ان هي مرتاحة وسعيدة مع الراجل ده، لكن هي من جواها عايزة الراجل اللي يقول لها لا ويكون عكس توقعها. رقم 3، الراجل اللي ما بيغيرش عليها وبيسمح لها ان هيكون عندها اصدقاء رجالة وتقول لك عادي انا حبيبي او جوزي بيثق فيا واحلى ما فيه انه متفتح ومش قفوش، لكن هي من جواها مش معتبراه راجل اصلا، ومع الوقت هتنزله في اقرب محطة من حياتها. رقم 4، الراجل الحنين الملزق ثم العاشق في نفسه اللي صوته دايما واطي وهادي ومتفاهم زيادة عن اللزوم، حتى لو بينت للغير ان هي مبسوطة معاه لكن من جواها هي عكس كده جدا، لان من طبيعة الست من حين لاخر بتحب تحس بشدة الراجل، وطبعا ده في حدود المعقول مش عمال على بطال يعني. رقم 5، الراجل اللي عاطلها سلطة إدارة البيت وإدارة أمور حياته هو شخصيا. النوع ده تحديدا بالنسبة للست ولا يسوى حاجة عندها مهما عاشت وكملت الحياة معاه. ولكن النوع رقم 6 هو الراجل الجاف اللي معاملته دايما فيها شخط ونطر وزعيق عمال على بطال. ورقم 7 وآخر حاجة، الراجل الضعيف المهزوم اللي بيفضل يعيط لها ويتحايل عليها علشان ما تسيبوش، وبرضه في الآخر بتسيبه ومش بتكمل معاه.